طالب تالتة اعدادي وما فتحتش المادة ولا شفت اي مادة وذاكرتها، فالفيديو ده ليك. لو انت ضايع وما فتحتش المواد من اول السنة ومش عارف كلمة في المنهج وعايز تلم المنهج قبل الامتحانات علشان تجيب 280 من 280 او تجيب المجموع النهائي ليك، فالفيديو ده برضو ليك. فيديو النهاردة هقولك حبة نصايح من الاخر كده، نصايح الدحيحة اللي بيخليك تجيب 99%. كل الحاجات اللي انا كنت بعملها ايام ما كنت في اعداديه زيكم، وجبت الحمد لله 99%. فالفيديو النهارده هينفعكم جدا 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 جدا، وهقول لكم اسرار محدش هيقولها لكم، وهعمل لكم جدول تلموا بيه كل المتراكم. مش هتضغطوا يومكم ومش هتضغطوا نفسكم ان انتوا تذاكروا 10,000 ماده في اليوم، لا بالعكس، انت هتذاكر ماده او مادتين وهتلم الدنيا كلها في اسبوع. فلو انت مهتم بالفيديو ده كمل الفيديو في الاخر وما تنساش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد. فيديو النهارده انا بقالي كتير قوي ما صورتش، بقالي كتير ما قعدتش قدام الكاميرا، فانتوا وحشتوني جدا. فيديو النهارده جايلكم فيديو كده زي ما بيقولوا فيديو من العيار التقيل، جايلكم اقول لكم نصايح مهمه جدا 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 تعملوها، سواء انت في تالتة اعدادي، اكبر اصغر، في تالتة ثانوي، في ابتدائي، في اعدادي، في ثانوي، يعني في كلية. كل الحاجات دي هتفيدك. عايزه اقول لكم ان انا الحاجات دي كنت بعملها من وانا في تالتة اعدادي او من وانا في ابتدائي، ولحد الان ماشيه عليها. بالمناسبه انا امتحانات الميد ترم بتاعتي كانت امبارح، والطريقه دي انا شغاله عليها، والحمد لله الحمد لله الحمد لله انا دخلت امتحنت الميد ترم في 3 مواد، 3 مواد الحمد لله الحمد لله كنت خارجه منهم حله كويس جدا، فالحمد لله. فانا عايزاكم انتوا كمان تحلوا، انتوا عارفين ان انا ما ببخلش عليكم بحاجه لو انا عارفاها. فالفيديو النهارده هيفيدكم جدا، فانتوا كمان ما تبخلوش عليا باللايك. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. كتير قوي على الفيديوهات القديمه اللي انا كنت بعملها، انا بقالي كتير ما نزلتش الفيديوهات. فالفتره اللي فاتت جالي كومنتات كتير جدا عن ياسمين اعمل لنا فيديوهات عن الاعداديه، ياسمين فيديوهات عن الثانويه، ياسمين فيديوهات المذاكره، ازاي نذاكر الدراسات، ازاي نذاكر العربي، ازاي نذاكر كل ده. فجيت النهارده يعني حسيت بقى ان ده الوقت وان انا لازم ارجع. انا كنت بفصل لان انا كنت مطحونه في الكليه، فكنت بفصل، فقررت ان انا ارجع تاني، وان شاء الله ان شاء الله المره دي تبقى بجد ونرجع ننزل فيديوهات تاني. هو والله الواحد بينشغل مش اكتر. المهم ان احنا النهارده هنرجع. جالي كومنتات بقى كتير، من ضمنهم ان حد قال لي ياسمين هو انا لو انا ما ذاكرتش من اول السنه ربنا هيساويني باللي ذاكر من اول السنه وتعب؟ ليه بقى؟ لان انت صحيت فقت، لكن انت ممكن تبقى شخص مستهتر وما بيذاكرش وما فتحش ماده وما يعرفش حاجه عن المنهج لحد دلوقتي، بس صحي فاق فمحتاج ان هو يذاكر، فربنا هيقول ده فاق وهيبتدي يذاكر وهيذاكر صح، فربنا هيسويك ان شاء الله. لكن ما تبقاش انت شخص مستهتر ومش فارقالك مش في دماغك. انا بقولها كلمة: اسعى وربنا هيسعى معاك. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. يعني انت لو سعيت ان انت تذاكر حرف واحد ربنا هيساعدك وهيقويك وهيساندك. فاسعوا وابدأوا. فيديو النهارده يمكن هو اشاره ليكم ان انا نزلت فيديوهات وانا بقالي كتير ما نزلتهاش، وهعمل لكم جدول ان احنا نذاكر، وهعمل لكم الجدول اللي انا بذاكر بيه دلوقتي في الكليه. وان شاء الله ان شاء الله انا مستنيه السنه دي ان انا جبت تقدير كويس، فطبعا انا كده كده هقول لكم. فدعواتكم ليا، بس ان شاء الله زي ما قلت لكم كل واحد بيعمل اللي عليه علشان ربنا يكرمه، ما يبقاش واحد قاعد ما بيذاكرش ولا فاتح كتاب وعايز ربنا يكرمه. تمام. ودايما في دعاء انا بحب اقوله فربنا يكرمني ويكرمكم. الدعاء ده بيقول ايه بقى؟ اللهم يا ذو القوة المتين ارزقني، اللهم اني ابرؤ لك من حولي وقوتي الى حولي وقوتك. تاني: اللهم يا ذو القوة المتين ارزقني، اللهم اني ابرؤ اليك من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. عايزاكم تكتبوا الدعاء ده في الكومنتات كتير، يجي 6 7 8 مرات. ليه بقى؟ الدعاء ده كويس جدا 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 في اي نية انتوا عايزين تعملوها، سواء نجاح في الدراسة، نجاح في الحياة عموما، مذاكرة، شغل، سفر، جواز، خطوبة. ادعي الدعاء ده بنية انت عايزها، سواء نجاح، مذاكرة، سفر، جواز، خطوبة، زي ما انتوا عايزين. ادعوه دايما وانت قاعد في المواصلات، وانت قبل ما تنام، وانت قاعد فاضي، ادعيه. اكتبوا في الكومنتات كتير بنية ان انت تنجح يا عم وتجيب 100%، وان شاء الله ربنا هيكرمك. تمام. هاجي بقى دلوقتي هوريكم انا كنت بذاكر ازاي المواد علشان ابسط لكم الدنيا. انا عايزه اقول لكم ان انا بصوا انا بلخص المواد بتاعتي في ورق كده، ده ورق اسمه ورق بحث، بلخص المواد عشان يبقى زي مرجع ليا لما اجي اذاكر. اهو بصوا، يعني دي ماده
انا ملخصاها كتير اهي. فهقول لكم ازاي تعملوا كل ده، وازاي تعملوا مراجع ليكوا ان انتوا تيجوا ساعه الامتحان تذاكروها، وازاي تبقوا داخلين الامتحان قبل ما تخشوا الامتحان تراجعوا ورق كده مجرد 10 دقايق تبقوا راجعتوا المنهج كله. كل ده هقول لكم عليه في الفيديو ده. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نشوف حاجه كده. انا هجيب كشكول او اي نوتة عندكم، اي حاجه قديمه، وهنبتدي كده نكتب فيها المواد بتاعتنا على حسب بقى المواد بتاعتكم ايه يعني. يعني مثلا عربي، انجليزي، فرنساوي او الماني على حسب اللغة التانية بتاعتكم، والدراسات والعلوم والرياضة. تمام، هرتب المواد كده. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل السبت، هكتب ايام الاسبوع: الاحد، الاثنين، التلات، وهكذا. انا طبعا مش هعمل جدول بالظبط يعني، لان انا المواد دي انا ما باخدهاش، بس انا بوريكم. تمام، وهنبتدي بقى كده ان احنا نعمل كده، نقسم كل جدول كل يوم كده على حسب. زي مثلا العربي هنذاكره يوم السبت من الساعة 7 للساعة 9، هنقعد ساعتين. تمام. الانجليزي هنقعد مثلا من 10 ل1 حل ومذاكرة. تمام، هناخدها كده. انا مش عايزاك ان انت تذاكر مادة واحدة في اليوم، لسبب انا مش عايزاك ان انت تذاكر ماده واحده في اليوم، لسبب ان الماده الواحده اولا هتبقى تقيله جدا جدا عليك. انت بتذاكر ماده واحده من اول ما صحيت لحد ما هتنام، فهتحس ان انت متضايق جدا ومخنوق جدا ان انت بتذاكر نفس الحاجه. وغير كده ان انت مش هتبقى لميت، انت بتذاكر ماده واحده، فانت عايز سبق الاسبوع كله تذاكر كل يوم ماده، فاولا هتزهق وهتتعب ومش هتعرف تذاكر ولا تلم كويس. فعشان كده بقولك حاول تاخد مادتين 3 كل يوم، كل مادة ساعتين، تقرا الدرس وتفهم افكار وتعمل له تلخيص زي ما انا عاملة كده. يعني مثلا الدرس بيتكلم عنك عن اهمية الدراسة مثلا، بتقرا الدرس كويس جدا وتبتدي تعمل كده نقط مهمة اللي هو للدرس. يعني مثلا اهمية الدراسة، مثلا اهمية الدراسة للطالب بتساعده ان هو يعرف يتعامل بحكمة، يعرف بيتعامل بعقل ناضج. يعني طبعا الدراسة والتعلم بيخليك ناضج. طيب تعمل كده بقى افكار. وعايزة اقول لكم حاجة مهمة: اوعوا يا جماعة تذاكروا، اوعوا تذاكروا في مكان في سريرك، ذاكر على الارض. دايما خلوا مذاكرتكم مريحة على مكتب وكرسي مفرود علشان تقعد ساند ظهرك وتعرف تذاكر. دي القعدة الصحيحة وطريقة المذاكرة الصحيحة. انت لو ذاكرت على السرير شوية وهتنام، لو ذاكرت في الارض شويه وظهرك هيتعبك فهتروح تنام وهتقول بكره. انا مش عايزاك تاجل، انا عايزاك تبدا وتذاكر. زي ما قلت لكم الجدول ده كويس جدا وهينفعكم لو خدت كل يوم ماده او 2 هتنجز. ودايما خلي عندكم يوم فري، يعني مثلا يوم الجمعه ده هيبقى فري او على حسب اليوم اللي فاضي عندكم. بس انا بحب يوم الجمعه يبقى فري، لان يوم الجمعه ده بيبقى ليه طقوس كده، اللي انت بتقعد تقرا سوره الكهف، بتقعد مع عيلتك، لو انت شاب بتنزل تصلي في المسجد، تقعد مع باباك مع مامتك. يوم الجمعه ده بيبقى يوم عائلي شويه، فانا مش عايزاك تذاكر فيه، انا عايزاك تذاكر الاسبوع كله، تيجي يوم الجمعه تفصل. وفي النهايه ده الفيديو، يا رب اكون فدتكم لو بجزء بسيط، وهرجع اعمل لكم فيديوهات تاني نصايح ومذاكره، وهوريكم انا كنت بذاكر ازاي الامتحانات الميد ترم. انا كنت مصوره بس لسه ما منتجتش الفيديو. فبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي وهتوحشوني جدا جدا. باي.